السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اشتركوا في القناة وضعوا إعجابا لوصول الأخبار أولا بأول. نبدأ الآن على بركة الله. في تطور مفاجئ ومثير داخل الساحة الكروية الإفريقية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفضها الرسمي لعدد من القرارات الصادرة مؤخرا عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، معتبرة أن هذه القرارات غير منسجمة مع اللوائح التنظيمية ولا تراعي مبدأ تكافؤ الفرص. وحسب مصادر إعلامية مقربة من الجامعة، فقد تم عقد اجتماع طارئ داخل المقر الرئيسي، حيث خلصت اللجنة التنفيذية إلى اتخاذ خطوة احتجاجية رسمية تمثلت في إرسال مذكرة اعتراض عاجلة إلى الكاف، تتضمن شرح الخروقات التي تعتبرها الجامعة غير قانونية، المطالبة بإعادة تقييم القرار في أقرب وقت، التهديد باتخاذ مسار قانوني داخل الهيئات المختصة في حال عدم الاستجابة. كما أكدت الجامعة أن الكرة المغربية لن تقبل بأي قرارات تمس مصالح الأندية أو المنتخبات، مشددة على أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية المتاحة. وتشير معطيات أولية إلى احتمال عقد ندوة صحفية خلال الساعات المقبلة لتوضيح خلفيات التصعيد، بينما ينتظر الشارع المغربي رد الكاف على الخطوة الجديدة، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة.